بارك الله فيك. ضابط أمن أميمة مصبرون، العاملة بمجموعة المتنقلة لحفظ النظام رقم 3 مراكش. التحقت بالمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2020. المسار المهني، المسار ديالي بديت في سنة كي قلت 2020. برومييرمون كنت دوزت التدريب الأساسي والتكميلي في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بداية سنة 2020. والتحقت المجموعة المتنقلة لحفظ النظام رقم 3 مراكش في لو موا 11 2020. بالنسبه للمهام ديالي كضابط امن، كنقوم بتاطير الشرطيات الى جانب الشرطيين. كنعملوا كمجموعه، يعني فاش كنكون مجموعه كنهضر على الالتحام، تنهضر على الغوغوبمون خارج الشارع العام بصفه عامه. وكنقوموا بالتغطيه الكامله الامنيه للمدينه وكذلك خارج المدينه. كنهضر على التنقلات في جميع المدن المغربيه. وبالضبط كنهضر على تظاهرات رياضيه، تظاهرات ثقافيه، زيارات رسميه وغيرها من الاعمال اللي كنقوموا بها. وهذا الشيء كامل باش نحافظوا على النظام ولورغانيزاسيون ديال المدينه ويكون كلشي مزيان وتكون السلامه الامنيه. قبل اي عمل امني او تغطيه امنيه بالشارع العام اي حدث كيكون اجتماعات توجيهيه وتعليمات قياديه اللي كيتم استحضار فيها التعليمات المديريه، وذلك بتاثير مباشر مع السيد قائد المجموعه المتنقله حفظ النظام مراكش. بالنسبه للحياه الاسريه كيخص يكون كي قلنا خاصك توافق بيناتهم بالتعادل كيف ما تنقولوا وبطريقه متوازنه. بحال الحياه الاسريه تيكون بطبيعه الحال السند ووقفي معك في الظروف كيفما كانت، وكتعطيك واحد الطاقه ايجابيه اللي تقدري تستغليها في العمل ديالي كمهنه شرطيه. وكما قلنا الغوغوبمون والفيزيونمون كيعاونك اكثر مع الناس مع اللي كتخدموا. بالنسبه للمهنه الشرطيه كانت حلم رغبه، كان حب اولا حب كبير من الصغر، كنحمد الله ونشكره وصلت الغايه. والحمد لله التحقت بالمديريه عام الامن الوطني بالراس ديالي مرفوع وبكل فرح، وان شاء الله بمزيد من العطاء والتوفق ان شاء الله. بالنسبه للفتيات ولا النساء المغربيات كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لهم مزيد من العطاء لما ابانوا به في جميع المجالات. فين ما مشيتي كتلقاي المراه كسوا في المجال ديالها الاسري كي قلنا ولا المسار ديالها المهني. وكنحمد الله ونشكر على النعمه، وما نساوش بان الفضل كيرجع لجلاله الملك نصره الله وايده. وكذلك في الفرص اللي تعطتنا ومشاغل في مجال ديال الشرطه جميع المجالات. بالنسبه للفتيات الراغبات في الالتحاق بصفوف الامن الوطني راه جميع الظروف مواتيه للعنصر النسبي للعمل بهذا الميدان بجانب الشرطيين. والمديريه العامه للامن الوطني تحت قياده السيد المدير العام للامن الوطني اللي كنشكروه وكنحيوه من هذا المنبر، اللي كتقوم بكامل جهدها لتوفير جميع الظروف الملائمه للعمل بدون تمييز بين الشرطي او الشرطيه.